ما انا مش هقعد بقى كل ما اجيب المكرونه احط عليها ملح. قلت لا، المره دي بقى بدل ما اجيب المكرونه واحط عليها الملح هحط عليها عسل ابيض. عسل ابيض، عسل ابيض. هتتفاجئوا معايا من النتيجه. شوفوا الفيديو للاخر وقولوا لي رايكم ايه، ونسمي بسم الله ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا غاليين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. واول حاجه معانا في حله على النار هتكون فيها ميه، وتكون الميه بتغلي معانا. هنزل بنص كيس من المكرونه وعليها ذره من الملح ومعلقتين كمان من العسل الابيض. بعد كده بعد ما تستوي معانا بالشكل ده والمكرونه تبقى دايبه معانا خالص، عايزه اقول لكم لازم المكرونه تستوي معانا خالص، وممكن نستخدم اي نوع مكرونه لو احنا حابين. هحط عليها مكعب من الزبده. وخدوا بالكم خطوه مهمه، لازم المكرونه تكون مستويه معانا خالص. لو ما عنديش زبده ممكن استخدم سمنه لو انا حابه. هحط بعد كده حوالي نص كوبايه من السكر، وما تنسوش ان احنا حاطين عسل ابيض، فما تزودوش السكر عشان ما تبقاش مسكره معاكم قوي. هنحط كده زي ما قلنا نص كوبايه من السكر، وبعد كده هبتدي ان انا انزل بالفانيليا. هحط حوالي نص معلقه صغيره من الفانيليا السايله، لو عندي فانيليا بودر اقدر استخدمها. هجيب بقى دلوقتي الهاند بلندر وابتدي ان انا افرم المكرونه كده بالشكل ده كويس جدا وانعمها جدا جدا. ممكن استخدم في الوقت ده الخلاط لو ما عنديش هاند بلندر، هتبقى برضو سهله معايا وبسيطه ما فيهاش اي مشكله. هنعمل المكرونه معانا خالص واخليها تدوب معانا، تبقى ناعمه وكريمي كده معانا بالشكل ده. هجيب بقى بعد كده نص لتر من اللبن، هحط عليه معلقتين ونص من النشا. اللبن معايا بيكون بارد ما بيكونش سخن علشان ابتدي ادوب فيه النشا. هدوب بقى النشا وهنزل باللبن، وهنزل كده على الخليط بتاع المكرونه بالشكل ده. هقلبه زي ما حضراتكم كده شايفين، وهتحسوا ان كده المكرونه برضو فيها حتت كده ما دابتش قوي، بس لما اللبن والنشا هينزلوا هضربها تاني بالهاند بلندر هتتاكدوا ان هي بقت كريمي معانا على الاخر. بصوا بتدوب خالص معانا. زي ما قلت لكم كمان ممكن نستخدم الخلاط. بصوا بقى شكلها حلو جدا. بعد كده هبتدي اشغل عليها النار على نار متوسطة. اول ما تبتدي ان هي تغلي معانا، وما بسيبش ايدي منها علشان ما تبتديش ان هي تتلسع معانا، اول ما بتغلي معانا ببتدي ان انا اطفي عليها. بجيب بقى عندي صينية اي مقاس زي ما انا حابة حسب الكمية اللي انا عاملاها. انا هنا كنت عاملة صينيتين دهنتهم بالسمنة بالشكل ده او بالزبدة، وابتديت احط الخليط فيها زي ما حضراتكم شايفين. بصوا بقى القوام كريمي وتحفة جدا، وريحتها بقى عايزة اقول لكم خطيرة. اديتها كده خبطتين عشان تبتدي ان هي تتساوى معانا وتبقى كلها سوا واحد في قلب الصينية. سبتها بقى دلوقتي علشان تبرد معانا، علشان الخطوة الجاية مهمة جدا في الوصفة بتاعتي. جبت بقى بولة وابتديت ان انا احط فيها كده معلقتين من السمنة او الزبدة، وابتديت احط عليهم معلقتين كمان من العسل الابيض، وده السر بتاعنا النهاردة. هبتدي بقى ادهن كده الوش بيه بعد ما اتأكدت ان الخليط بتاعي برد تماما في قلب الصينية. هبتدي بقى ادهن كده الوش بيه، والسمنة او الزبدة معانا بتكون سايحة معانا ما بتكونش متماسكة. بعد بقى ما دهنتها كويس هبتدي ان انا اشغل الشواية بتاعتنا بتاعت الفرن، وادخلها في الشواية علشان بقى تاخد لون وتتحمر معانا. بتاخد لون معاكي بقى بصي بتبقى خطيرة جدا. وتعالوا بقى شوفوا شكلها بعد ما طلعت. بصوا خطيرة جدا. ويلا بقى يا حبايبي اعملوا لي لايك. ما بتعملوليش لايك ليه؟ يلا اعملوا لايك وشير للفيديو. الله الله عليا وعلى الجمال. بصوا اللون حكاية، لونها خطير. وبعد كده قطعتها سبتها لحد ما تبرد خالص ورحت مقطعاها. وانتي برضو سيبيها لما تبرد خالص عشان تتقطع معاكي تبقى متماسكة وتبقى كده قطعة واحدة. بصوا حلوة جدا وبتتاكل بقى وهي باردة وبتبقى طعمها خطير. ويا سلام بقى لو دخلتيها التلاجة شوية. الله على الجمال، حاجة كده بتنعش وبترطب كده على القلب في الايام اللي احنا فيها دي. بجد خطيرة. ما بقوش عارفين انا عاملاها لما دقوها بالرز ولا بالمكرونة، لدرجة اختلفوا في الاراء، بقى شوية يقول رز وشوية يقول مكرونة. ما بقوش عارفين من جمالها وحلاوتها وطعمها الخطير. كريمي وطعمها كده لذيذ جدا، وفي نفس الوقت كده مظبوطة. يعني بصوا على الشعرة بجد. بألف هنا وشفا. جربوها، انا متأكدة ان شاء الله ان هي هتعجبكم. مقاديرها سهلة وبسيطة ومش مكلفة. لو خارجة، لو راحة عزومة، لو راحة عند اي حد، بدل ما تشتري حاجة حلوة من بره اعمليها وبألف هنا وشفا. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير.